سمعت وهو متقدم لأول مرة أشاهد الهلال كذا انهار في المباراة لأول مرة. أنا اللي أشوفه بعطيك التحليل اللي أنا فهم، سواء ممن أخذت منهم يعني بعض الأمور، أن المدرب متعمد أن تتم إقالته. عجيب اللي قاعد يصير، اللي شفته اليوم أنا. طبعا وضع التشكيلة هذا يثبت الكلام. ليه طيب؟ كونك يعني أول حاجة تبعد، أن تعرف أن فهد غازي أبعد من المطار أبعده. يعني لاعب كان مهيأ أنه لاعب صغير في السن، وكان اسمه من ضمن الأسماء اللي تروح البعثة، وقدم مستويات كويسة. وتجي في المطار وتقول له ارجع. يعني أنا سألت، حاولت أعرف، أمر مستفز نوعا ما يعني شوي. مش مستفز وبس، أنت ممكن تحطم اللاعب. تحطيم صح. زين، أنا سألت أبغى أعرف هل اللاعب سوى شيء يمكن مش جيد، انضباطي، حاجة عشان أقول ممكن يحق له يرجع. طيب أوكي عبد العزيز، وش المصلحة؟ وش يسعى له المدرب؟ أنا أقول لك اللي أنا شفته، اللي أنا أشوفه ربط الأحداث هذه مع بعض المصادر اللي تتكلم أن المدرب يبغى شرط جزائي. إيه ليش؟ شرط جزائي؟ إيه وش رأيك؟ يعني تتوقع عبد العزيز، مع احترامي بس خليني أتناقش معك في هذه، تتوقع مدرب بيغامر بالسيفي حقه؟ لا مش سيفي، لا هم انه يقول من اول 4 مباريات عبد الله وقال من الفريق. لا تروح بعيد يا اخي، هذا ريكارد، لا تروح بعيد. ريكارد، في مدربين ينظرون الى ان الخليج العربي مجرد بير بترول. عبد العزيز ريكارد غير. لا ريكارد جانا شرط جزائي يخليك يا شيخ تحتفل الدنيا كلها. ما اختلفت معك، انا اقول لك ما اختلفت، انا اقول لك اللي انا اشوفه التشكيل. انا اليوم غردت تغريده، يعني الكل يعرف ان مثلا عبد العزيز ضد الهلال. طيب انا غردت تغريده هذا غير صحيح. زين، انا كتبت تغريده قلت انا لو يعطيني، يعني لو تعطيني الفريق وتقول لي العب وفق اللي انت تشوفه، مستحيل العب بالتشكيله هذه، مستحيل. يعني عشان كذا انا اقول لك الهلال اللي فاد اليوم بعد الخساره، بعد خساره، قصدي بعد الاقاله، انه فاز. قوة القرار الإقالة في أنك فزت. من البديل أنت عندك معلومة؟ والله أنا أعتقد أن كارينيو، أعتقد بحكم أنه أعطاهم مبدئيا الموافقة حتى من قبل أن يلقي عقده أو بالتراضي مع الاتحاد القطري واتفقوا على مبلغ 4 مليون يورو في السنة. لا حتى التوقيت يعني كان. أنا شوف ترى عموما هي متغيرات ممكن تحدث في أي لحظة، لكن أنا من وجهة نظري اللي أعرفها أن الهلال جالس يفاوض 3 مدربين، أفضلهم كارينيو وغروس، بحكم أنهم عارفين الأمور وعارفين المنطقة. لا غروس ما يرجع. قالوا لي بعيد كثير، يعني الفترة الأخيرة بعيد عن، يعني أوكي كان موجود لكن بعيد عن الدوري الفترة الأخيرة. أنا اللي أشوف الهلال الآن عنده مشكلة في قد تكون نفسية مع المدرب. مين؟ الهلال ولا لا؟ الهلال قد تكون نفسية. يعني اللاعب لي والبرازيلي هذا، المدرب هذا يقول ما يصلح يلعب مع البراعم، حطم هذا مرة. يعني قد تكون نفسية. ناصر الشمراني، يعني تخيل اليوم يلعب ادواردو، يبعد ياسر القحطاني، يقدم شلهوب مهاجم. يعني ما انا عشان كذا انا اقول لك يعني صراحه ماني مقتنع، يعني ما في احد عاقل يسوي اللي سواه اليوم المدرب. فلذلك انا اشوف ان القرار الإقالة، طبعا انا كنت عارف الإقالة بتتم، يعني لما كلمت واحد وانا مغرد عنها قال لي عبد العزيز الإقالة بتتم لا محاله، فاز الفريق خسر الفريق، هذه بتتم المدرب مخبص الفريق من فوق مقيلين. الشيء المهم اللي لازم نقوله واللي انت قلته تو من شوي، الدور الإداري. إدارة الهلال وإدارة النصر، بتكلم عنها عشان ما يقولون عبد العزيز نصراوي والكلام الفاضي هذا. لا انت محلل عندنا. لا انا بتكلم وفق ما ارى. ايه؟ إدارة النصر وإدارة الهلال ارتكبوا خطأ واحد. وش الخطأ؟ السريع عشان بطلع فاصل. جعلوا هناك فراغ إداري. أنا أحترم وأقدر الإداريين، يعني أتكلم عن فهد مفرج، بدر الحقباني، أحترم وأقدرهم، ولكن وجود الشخصيات الاعتبارية، خاصة إذا كان لما يكون رئيس نادي أمير، وجود الشخصيات الاعتبارية مع الفريق، ترى هذه يعني ممكن دعم فيها دعم. لا، وممكن تعال يعني الآن حسب البيان اللي احنا قريناه أن الإدارة اجتمعت مع المدرب أمس، معناته ما أقلل ولا لا أحد يفهمني أرجوكم إنه تقليل، معناته النائب الرئيس الأستاذ عبد الرحمن النمر وفهد المفرج جلسوا معه
صح ولا لا؟ واحد منهم او اثنينهم، او قد يكون في عضو شرف اخر ما نبغى نذكر اسمه يعني. طيب جلسوا معه وتفاهموا معه وتناقشوا معه، ولكن احترمهم واقدرهم واحترم. لكن في النهايه وش سووا؟ رفعوا التليفون على رئيس النادي، قالوا ترى صار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا. طيب هذا المنطق. عبد العزيز طيب. هذا اجتماع وهذه مشوره، وش الفراغ اللي لا فراغ كثير. طيب ناجي الموضوع الفراغ بعد الفاصل. ناجي الموضوع الفراغ. انا عشان اقول ممكن يحق له يرجع. طيب اوكي عبد العزيز، وش المصلحه؟ وش يسعى له المدرب؟ انا اقول لك اللي انا شفته، اللي انا اشوفه ربط الاحداث هذه مع بعض المصادر اللي تتكلم ان المدرب يبغى شرط جزائي. ليش؟ شرط جزائي؟ ايش رايك؟ يعني تتوقع عبد العزيز مع احترامي، بس خليني اتناقش معك في هذه، تتوقع مدرب بيغامر بالسي في حقه؟ لا مش سيفي، لا هم انه يقول من اول 4 مباريات عبد الله وقال من الفريق. لا تروح بعيد يا اخي. هذا ريكارد، لا تروح بعيد. ريكارد، في مدربين ينظرون الى ان الخليج العربي مجرد بير بترول. عبد العزيز ريكارد غير. لا ريكارد جانا شرط جزائي يخليك يا شيخ تعتزل الدنيا كلها. ما اختلفت معك، انا اقول لك ما اختلفت. انا اقول لك اللي انا اشوفه التشكيل. انا اليوم غردت تغريده، يعني الكل يعرف ان مثلا عبد العزيز ضد الهلال. طيب انا غردت تغريده هذا غير صحيح. زين، انا قلت تغريده، قلت انا لو يعطيني، يعني لو تعطيني حاله فاز الفريق خسر الفريق، هذه بتم المدرب مخبص بالفريق من فوق مقيلين. الشيء المهم اللي لازم نقوله واللي انت قلته تو من شوي، الدور الاداري. اداره الهلال واداره النصر، بتكلم معي عشان ما يقولون عبد العزيز نصراوي والكلام الفاضي هذا. لا انت محلل عندنا. لا انا بتكلم وفق ما ارى. ايه. اداره النصر واداره الهلال ارتكبوا خطا واحد. وش الخطا؟ على السريع عشان بطلع فاصل. جعلوا هناك فراغ اداري. انا احترم واقدر الاداريين، يعني اتكلم عن فهد مفرج، بدر الحقباني، احترم واقدرهم، ولكن وجود الشخصيات الاعتباريه، خاصه اذا كان لما يكون رئيس نادي امير، وجود الشخصيات الاعتباريه مع الفريق، ترى هذه يعني ممكن دعم فيها دعم. لا، وممكن تعال يعني الان حسب البيان اللي احنا قريناه ان الاداره اجتمعت مع المدرب امس، معناته ما قلل ولا لا احد يفهم. وهو متقدم لاول مره اشاهد الهلال كذا، انهار في المباراه لاول مره. انا اللي اشوفه، أيوه. بعطيك التحليل اللي انا فهم، سواء ممن اخذت منهم يعني بعض الامور، ان المدرب متعمد ان تتم اقالته. عجيب اللي قاعد يصير، اللي شفته اليوم انا. طبعا وضع التشكيله هذا يثبت الكلام. ليه طيب؟ كونك يعني اول حاجه تبعد، ان تعرف ان فهد غازي ابعد من المطار ابعده. يعني لاعب كان مهيأ انه لاعب صغير في السن، وكان اسمه من ضمن الاسماء اللي تروح البعثه، وقدم مستويات كويسه. وتجي في المطار وتقول له ارجع. يعني انا سالت، حاولت اعرف، امر مستفز نوعا ما يعني شوي. مش مستفز وبس، انت ممكن تحطم اللاعب. تحطيم صح. زين، انا سالت ابغى اعرف هل اللاعب سوى شيء يمكن مش جيد، انضباطي، حاجه، وعارفين المنطقه. لا قرص ما يرجع. قالوا لي بعيد كثير، يعني الفتره الاخيره بعيد عن، يعني اوكي كان موجود لكن بعيد عن الدوري الفتره الاخيره. انا اللي اشوف الهلال الان عنده مشكله في قد تكون نفسيه مع المدرب. مين؟ الهلال ولا لا؟ الهلال قد تكون نفسيه. يعني اللاعب لي والبرازيلي هذا، المدرب هذا يقول ما يصلح يلعب مع البراعم. حطمه هذا مره. يعني قد تكون نفسيه. ناصر الشمراني، يعني تخيل اليوم يلعب ادواردو، يبعد ياسر القحطاني، ويقدم شلهوب مهاجم. يعني ما انا عشان كذا انا اقول لك يعني صراحه ماني مقتنع. يعني ما في احد عاقل يسوي اللي سواه اليوم المدرب. فلذلك انا اشوف ان القرار اللي قاله، طبعا انا كنت عارف اللي قاله بتم. يعني لما كلمت واحد وانا مغرد عنها، قال لي عبد العزيز اللي قاله بتم. لا، ما في فريق تقول لي العب وفق اللي انت تشوفه. مستحيل العب بالتشكيله هذه، مستحيل. يعني عشان كذا انا اقول لك الهلال اللي فاد اليوم بعد الخساره، بعد خساره، قصدي بعد الاقاله، انه فاز. قوه القرار الاقاله في انك فزت. من البديل؟ انت عندك معلومه؟ والله انا اعتقد ان كارينيو، اعتقد بحكم انه اعطاهم مبدئيا الموافقه حتى من قبل ان يلقي عقده او بالتراضي مع الاتحاد القطري.
واتفقوا على مبلغ 4 مليون يورو في السنة. لا حتى التوقيت يعني كان أنا شوف ترى عموما هي متغيرات ممكن تحدث في أي لحظة، لكن أنا من وجهة نظري اللي أعرفها أن الهلال جالس يفاوض 3 مدربين، أفضلهم كارينيو وجروس، بحكم أنهم عارفين الأمور